اوعى تكون متخيل ان انت هتعيش حياة كل الناس هتقولك فيها كلام ايجابي، لا وكمان هتقف تسقف لك. لا طبعا، عايزك تحط في بالك ان في ناس كتير هتكسر احلامك، ناس تانية عايزاك تفشل باي طريقة ممكنة. علشان كده عايزك تعرف حاجة مهمة: محدش هيدعمك الا وانت ناجح، محدش هيدعمك وانت بتقع، محدش هيدعمك وانت في البداية. كله هنا هيتفرج عليك من بعيد، ولما تنجح حرفيا هيشاور عليك ويقولك الله ده نجح. علشان كده بقولك ابدأ ابدأ، لأن مفيش حد بيبدأ وهو جاهز، وصدقني لو استنيت علشان تكون جاهز هتأخر حاجات كتيرة قوي وبرضه مش هتبقى جاهز. علشان كده خد الخطوة وابدأ وانت مش جاهز. الشغف يا صديقي، وايه هو الشغف؟ وليه دايما بنقول ان الشغف هو اللي بيحرك حياتنا؟ النهارده هنتكلم عن مفهوم الشغف وازاي ليه علاقة بحياتنا، وازاي لو فقدنا الشغف نقدر نرجعه تاني. عايزك تحط في بالك ان الشغف مش مجرد كلمة احنا بنسمعها، ده سر النجاح لكل اللي وصلوا لأهدافهم الكبيرة. وهنا مفهوم الشغف ببساطة هو الاحساس اللي بيخليك تصحى الصبح تعمل حاجة معينة، زي لما تكون بتحب حاجة قوي لدرجة ان انت ممكن تقضي ساعات كتير قوي بتعملها من غير ما تحس اصلا بالوقت. ممكن يكون الرسم او الكتابة او حتى تكون صانع محتوى. انا عارف ان المشكلة دي بتقابل ناس كتيرة جدا علشان ان هم يبدأوا. الشغف هنا بقى في اللحظة دي هو الدافع اللي بيحركك ويخليك تستحمل الصعوبات والتحديات اللي انت بتواجهها، لدرجة ان هو بيخليك تكمل حتى لو الامور بقت صعبة. وهنا خليني اقول لك اصل كلمة شغف. كلمة شغف جاية من اللغة العربية القديمة، كانت بتستخدم في وصف الحب الكبير اللي بيتحكم في قلب كل إنسان. الكلمة هنا كانت دايما مرتبطة بالمشاعر القوية، حرفيا بتأثر على الشخص تماما. عايز أقول لك زمان إن الشعراء كانوا بيستخدموا الكلمة دي في وصف مشاعر الحب، وبيحكوا عن مدى تعلقهم بالشخص اللي بيحبوه. ومن هنا بقت الكلمة دي رمز لأي مشاعر بتتحكم فينا بشكل كبير، سواء كان حبنا لشخص معين أو شغف بحاجة معينة. هنا الشغف مش بس الحاجة اللي أنت بتحب تعملها في وقت فراغك، ده بيكون الأساس اللي بيعتمد عليه حلمك أصلا في الحياة. ناس كتير من اللي حققوا إنجازات كبيرة في حياتهم كانوا في الأساس شغوفين بالحاجة اللي هما بيعملوها. وهنا الشغف هو اللي بيخليك تشتغل بجهد وتعب علشان تحقق هدفك. وصدقني بدون الشغف الأمور وكل حاجة بتبقى روتينية ومملة جدا، بس الشغف هو اللي بيخليك تستمتع بالرحلة مش بس بالنتيجة النهائية. عايز أقولك كمان إيه اللي بيحصل لما أنت كمان بتفقد الشغف. في ناس كتير بيعدي عليهم وقت في حياتهم بيحسوا فيه ان هم فعلا فقدوا شغفهم. تحس ساعتها اللي هو انت مش عارف ليه بتعمل اللي انت بتعمله، كل حاجة حرفيا بتكون تقيلة ومملة. وهنا علماء النفس بيقولوا ان ده بيحصل لما الشخص بيحس ان هو ما بيلاقيش نتيجة من اللي بيعمله، او ما بيلاقيش اي تقدير خالص، او لما الامور تتحول لروتين يومي بدون اي تجديد. وعايز اقول لك هنا حاجة مهمة: لو حسيت ان انت فقدت شغفك في طرق كتيرة جدا ان انت ترجع شغفك تاني. ازاي نرجع الشغف لو احنا فعلا فقدناه؟ اول حاجة تقدر تعملها انك تاخد استراحة صغيرة من الروتين اللي انت بتعمله وتجرب حاجات جديدة، او ترجع تعمل الحاجات اللي كنت بتحبها في الاول. وكمان تسأل نفسك سؤال مهم جدا: ايه اللي بيخليني شغوف اصلا من البداية؟ ساعات كتير بتكون الاجابة اصلا في التغيير، سواء كان التغيير اصلا في اسلوب حياتك او في الحاجات اللي انت اصلا بتعملها يوميا. هنا سؤال مهم جدا: ازاي تكتشف شغفك؟ ناس كتير بيقولوا ان هما مش عارفين اصلا شغفهم ايه بالظبط. عايز اقولك ان ده طبيعي، لان الشغف مش بيجي فجأة كده، وساعات كتيرة جدا بيحتاج وقت علشان تكتشف الشغف ده. جرب حاجات جديدة، اقرأ كتب، سافر، اتعرف على ناس مختلفة، علشان الشغف ممكن يكون في مكان او في مجال عمرك ما فكرت فيه قبل كده. انا عايز اقولك ان الحياة عبارة عن تجربة، وكل تجربة جديدة ممكن تكشف لك جزء من شغفك. وهنا هقولك على شوية نصايح تقدر تساعدك ان انت تلاقي شغفك. اول حاجة ان انت تجرب حاجات جديدة، سواء كانت هوايات او سفر او ان انت تتعلم حاجات جديدة اصلا في شغلك. خليني هنا افكرك ان الشغف دايما بيظهر لما تجرب حاجة عمرك ما فكرت فيها. تاني حاجة حدد اهتماماتك واسأل نفسك ايه الحاجات اللي انت فعلا بتستمتع بيها لما بتعملها، ايه هو اللي انت بتحب تعمله حتى لو ما لقيتش اي تشجيع من اي حد. احيانا الاجابة البسيطة هي اللي بتكون بداية الطريق. وتالت حاجة ودي اللي انا بشوفها نقطة مهمة جدا، وهي انك تختلط بناس شغوفة. حاول دايما تبقى وسط ناس شغوفة وعندهم طاقة ايجابية، وصدقني الناس اللي حواليك ممكن يلهموك ويخلوا شغفك يتجدد تاني. رابع حاجة ما تخافش من الفشل، علشان الشغف دايما بيبان لما تواجه صعوبات وتتعلم منها. ما تخليش الخوف هنا من الفشل يوقفك عن محاولة الوصول لحلمك. خامس حاجة انك تراجع دايما نفسك باستمرار. خد وقت كل فترة واسأل نفسك سؤال مهم جدا: ايه هو اللي محمسني لحد دلوقتي؟ المراجعة المستمرة دي هتساعدك ان انت تفضل عارف اتجاهاتك رايحة لفين. وسادس حاجة هنا عايزك تبدأ بحاجات صغيرة. الشغف مش لازم يظهر بشكل كبير مرة واحدة، صدقني بعدها الامور الكبيرة هتيجي واحدة واحدة بالتدريج. سابع حاجة خصص وقت دايما لنفسك. خليك دايما مخصص وقت تعمل فيها الحاجات اللي انت بتحبها. مش لازم هنا كل وقتك يكون للشغل، ساعات الراحة بتكون مهمة جدا علشان تحافظ على شغفك. كمان حاجة هنا انك تتعلم حاجات جديدة كل يوم. شغف هنا مرتبط بالتعلم،
كل ما تتعلم حاجة جديدة هتلاقي نفسك كل يوم متحمس اكتر لليوم اللي بعده. دور فعلا عن كورسات او كتب للحاجات اللي انت مهتم بيها. تاسع حاجة هنا ومهمة جدا، ابعد خالص عن الروتين. حرفيا لو حسيت ان الروتين اليومي اللي انت بتعمله بيقتل شغفك حاول تغيره، لان صدقني حتى التغييرات البسيطة اللي انت بتغيرها في يومك ممكن تعمل فرق كبير جدا في احساسك. الحاجة الاخيرة اللي عايز اقولها لك، افرح بالانجازات الصغيرة. كل خطوة صغيرة انت بتعملها هي نجاح في حد ذاتها، وده اللي هيحفزك تكمل وتحقق حلمك. وهنا لو بصينا على الشخصيات الناجحة في العالم تلاقي الشغف هنا هو المحرك الاساسي ليهم. هنا الفيلسوف الروماني ماركوس قال اعرف نفسك واعرف شغفك، وده حرفيا بيعبر على قد ايه ان الشغف مهم، لانك تقدر تلاقي هدفك في الحياة. كمان هنا العالم الشهير اينشتاين قال انا مش اذكى من الناس، انا بس بفضل شغوف باللي بعمله لفترة اطول، لان حرفيا الشغف هو اللي بيخلي الشخص يكمل حتى لو فعلا الدنيا صعبة. وعايز اقول لك كمان ان علماء النفس بيقولوا ان الناس اللي عندهم شغف في حياتهم بيكونوا مبسوطين اكتر، وده لانهم بيشتغلوا وبيعملوا حاجة بيحبوها. الشغف دايما بيخلق حاجة ذهنية بتخليك دايما متحمس، وبتحس حرفيا ان لحياتك معنى اكبر. وهنا دكتور ابراهيم الفقي اللي كان دايما بيتكلم عن النجاح والشغف قال الشغف هو اللي بيخليك تتحرك لما كل الناس اللي حواليك بيكونوا واقفين، وده حرفيا بيعبر عن ان الشغف هو الوقود اللي بيخليك تستمر وتحقق انجازاتك. خلاصة الكلام هنا، الشغف مش مجرد حاجة بتستمتع بيها، ده المحرك الأساسي لحياتك ولنجاحك. وصدقني لما تلاقي شغفك هتحس إن حياتك بقت مختلفة. الشغف بيخليك تتحمل أي صعوبات علشان تحقق حلمك. لو لسه ما اكتشفتش شغفك دور عليه، وعايزك تجرب حياة جديدة. استمر هنا في البحث عن شغفك، لأن صدقني الشغف هو اللي هيغير حياتك وهيخلي ليها معنى أعمق وأجمل.